والسلام عليكم، ونتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. كما شفتوا في العنوان غادي نهضر لكم على كريدي ديال البنكه بالنسبه للناس اللي باغا تاخذ كريدي على ود السكن. غادي نعاود لكم على التجربه ديالي مع البنكه ديالي، غادي نعاود لكم على الخطوات ديال كيفاش تاخذوا كريدي، وغادي نقول لكم حتى الوثائق المطلوبه. فانا غادي نعاود لكم فقط على الحاله ديالي، يعني الحاله ديالي انايا، شنو الاوراق اللي طلبوا ليا وشنو الاجراءات اللي دزت منها. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنسونيش من الاشتراك على القناه ولا لايك ديالكم ولي كومونتير الا عندكم شي تساؤل. ويلا نبداو الفيديو. وبسم الله على بركه الله. نصليو على سيدنا الحبيب عليه الصلاه والسلام. اليوم غادي نقول لكم على التجربه ديالي مع البنكه ديالي بخصوص القرض ديال السكن. بالنسبه للحاله ديالي، يعني انا ما نقدرش نهضر لكم على شي حالات اخرين، مثلا اللي انا سالاري خدامه بالسميك، يعني غندوي لكم على الحاله ديالي فقط. ما عنديش فكره على الناس اللي سالير ديالهم اعلى من السميك، او لا الناس اللي ما خدامينش، يعني اللي غادي يدفعوا داك فوقارين. وانتم غادي تمشيو طبعا تسولوا البنكه ديالكم، هما اللي غادي يعطيوكم تفاصيل اكثر. اول حاجه انا درتها ملي بغيت ناخذ المنزل ديالي، قبل ما ندفع التسبيق او لا اي حاجه نبدا يعني في اي اجراء. اول حاجه درتها هي قصدت لاجونس ديال البنكه ديالي. بالمناسبه انا عندي سياج، انا البنكه ديالي سياج، يعني ما عنديش فكره على الابناك اخرين. بطبيعه الحال كاينين اختلافات، دونك ضروري الا بغيتي معلومات بخصوص البنك ديالكم تمشيو لاقرب اجونس اللي تابعه البنك ديالكم. سولتهم بالنسبه لي انا واش بعدا عندي الحق ناخذ كريدي ولا لا، يعني واش كتوفر فيا الشروط انني ناخذ هذا القرض هذا ديال السكن. سولوني بعض الاسئله من طبيعه الحال، سولوني على شحال ساوي السكن ديالي. بالنسبه لي انا خديت سكن ديال 25 مليون، يعني كنت باغا 25 مليون. سولوني على واش خدامه ولا لا، وسولوني على الصالير ديالي. هادو هما ثلاثه الحوايج اللي سولوني عليها. من طبيعه الحال واش فاتحه كونط عندهم ولا لا. كيديروا لكم اول حاجه استيماسيون، ياك كيدخلوا هاد المعلومات كامله وكيشوفوا تقريبا شنو الفائده اللي غادي سعر الفائده، يعني لي زانتيغي شحال غيكون عندكم النسبه ديالها، وشحال تقريبا غتقدروا. هذه من طبيعه الحال الا كنتو كتوفر فيكم الشروط انكم تاخذوا القرض، فكيعطيوكم هاد المعلومات على سعر الفائده وشحال شحال غادي تبداو تخلصوا في الشهر. بطبيعه الحال كيسولوكم واش بغيتوا ديال، حيت هما عندهم بزاف ديال الانواع ديال القروض، راه ماشي ما عندهمش غير واحد. بحال مثلا انايا في الحاله ديالي كنت مشيت نسول على واحد القرض اللي نورمالمون كيتعطى في السياج للناس اللي عندهم قل من 35 سنه على ما اعتقد. اقل من 35 سنه مشيت سولت عليه، انا السعر الفائده ديالو هابط تقريبا 4%، ولكن عنده شروط. انا ملي مشيت باش نسول عليه واش عندي الحق فيه ولا لا، للاسف ما كانش عندي فيه الحق، لان انا الصالير ديالي هابط. المهم كيف قلت لكم داروا لي استيماسيون على حسب الحاله ديالي انا، فتقريبا عطاوني شحال غادي نخلص في الشهر، شحال المده اللي غادي نخلص فيها اللي هي 25 عام. هذاك الكريدي الاولاني اللي قلت لكم كنت مشيت نسول عليه، هذاك فيه المده 30 عام. من بعد ما سولت على هذا الشيء كامل وخديت المعلومات اللازمه، لاجونس قالوا لي راه غادي يتصلوا بك، غتصل ديك المصلحه اللي مكلفه بلي كريدي اللي كتكون نورمالمون في السياج، راه غادي يتواصلوا معاك وغادي يعطيوك معلومات اكثر، وغادي يقولوا لك شنو الوثائق بالضبط اللي غادي تحتاجي، وهما اللي غادي يتبعوا معاك كلشي. واحسن حاجه انا عجبتني بزاف، ما عرفتش صراحه واش كاينه في كاع الابناك ولا غير السياج، ان في المراحل الاولى يعني ملي كيطلبوا لك الاوراق وكيصيفطوا لك الوثائق يعني هذاك الشيء كامل كيكون كامل اونلاين، يعني كتواصل معكم السيده او السيد عبر واتساب، كتقول لك صيفط لي الوثائق طاق 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 طاق، كتسكانيهم كتوجدهم تسكانيهم تصيفطهم ليها، يعني كل شيء اونلاين. ما مشيت، يعني ما بقيتش غاده جايه للبنكه يعني هذه صراحه زوينه، سورتو للناس اللي يعني مثلا بحالي انا خدامه، ما يمكنش ليا كل نهار ناخذ نص نهار اولا يعني راكم عارفين ما يمكنش لكم كل مره انكم تبقاو غاديين جايين. فصراحه هذه كانت حاجه زوينه بزاف. من بعد ما خديت هاد المعلومات كامله من عند البنكه ديالي، وقررت انني صافي غادي نبدا معاهم الاجراءات.
اول حاجه درتها هي مشيت لمكتب البيع. عطيتهم التسبيق اللي هو كان 40,000 درهم. نورمالمون 2 المليون تسبيق و2 المليون ديال النوطير، ولكن كتعطيها دقه واحده 4 المليون تسبيق. عطيتهم التسبيق، عطاوني وعد بالبيع، ماشي في نفس النهار بطبيعه الحال. المهم وجدوا لي وعد بالبيع. من بعد توجهت لعند النوطيره اللي شاده المشروع، ديت ليها وعد البيع وديت ليها الروسو ديال التسبيق. ومن طبيعه الحال كطلب لك فوتوكوبي د لاكارت ناسيونال. من بعد هما كيطلبوا هذيك، كيطلبوا واحد الورقه ديال الضريبه، ديال دار الضريبه، باللي زعما ما عندك حتى شي، ما فايتاش مستافده من اعفاء ضريبي. صافي قالت لي غادي مني وجدوا واحد الوثائق غادي نعيطوا لك باش تجي تديهم. فعلا النوطيره وجدت لي الوعد بالبيع. هذا عطاوه لينا في مكتب البيع. والنوطيره كتوجد لكم سيرتيفيكا دو بروبريتي و اتيستاسيون دو نو امبوزيسيون. سيرتيفيكا دو بروبريتي ولا سميتها شهاده الملكيه، كتكون ديال الدار، شهاده الملكيه ديال الشقه اللي انت بغات تاخذي، ولكن كتكون باقا في اسم صاحب المشروع بطبيعه الحال. و لاتيستاسيون ديال نو امبوزيسيون اللي هي اللي قلت لكم ديال الاعفاء الضريبي. هادو هما جوج الحوايج اللي كتعطيكم النوطيره، زائد الوعد بالبيع اللي عطاوكم في المشروع. ودابا غادي نقول لكم شنو هما الوثائق اللي طلبوا لنا البنك. بطبيعه الحال هاد 3 الوثائق اللي قلت لكم، الوعد بالبيع، شهاده الملكيه، و لاتيستاسيون ديال الاعفاء الضريبي. وكتزيدوا عليها بالنسبه للحاله ديالي انا كسالاريي اتيستاسيون دو سالير او شهاده ديال الاجره، لاتيستاسيون دو طرافاي يعني شهاده العمل، دوميسيلياسيون دو سالير، خاص يكون السالير ديالك كيدوز لك في هذاك الكونط عند هذيك البنكه. مثلا انا عندي السياج، خاص ضروري يكون الكونط، يكون السالير ديالك كيدوز في هذاك الكونط ديالك ديال السياج، كيدوز يعني كل شهر اوتوماتيكمون. وهاد لاتيستاسيون دوميسيلياسيون دو سالير بحال قلتي واحد لاتيستاسيون كتصايبها لك الشركه ديالك اللي نتوما خدامين فيها، كتقول فيه باللي راه حنا هاد السيد اولا هاد السيده راه حنا كنحطوا ليه فعلا السالير ديالو كل شهر، وغنبقاو نحطوه ليه، يعني ما كاين حتى شي مشكل. كيطلبوا لكم 3 ديال لي بولتان دو بي الاخرين، وكيطلبوا لكم لاكارت ناسيونال والديكلاراسيون ديال لا سي ان اس اس. هادو هما الوثائق، انا نعاودهم لكم: لاتيستاسيون دو سالير، اتيستاسيون دو طرافاي، و اتيستاسيون دو دوميسيلياسيون دو سالير، و3 ديال لي بولتان دو بي الاخرين، وكوبي ديال لاكارت ناسيونال، ديكلاراسيون ديال لا سي ان اس اس، والوثائق اللي جبتو من عند النوطيره اللي هما الوعد بالبيع، شهاده الملكيه، وشهاده اعفاء الضريبي. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم بالنسبه للناس اللي خدامين، كيطلبوا على الاقل عام ديال الخدمه. يعني ماشي مثلا تكون يلاه خدمتي في شي بوست مثلا 3 شهور 6 شهور وتقول مثلا راه غندفع كريدي وغيعطيوه ليا. انا بعدا في الحاله ديالي اكدوا بزاف على تكون على الاقل عام ديال الخدمه. واخا كيطلبوا لك غير 3 ديال لي بولتان دو بي، ولكن في لاتيستاسيون دو طرافاي خاص على الاقل يكون عندك عام، حتى في الديكلاراسيون ديال لا سي ان اس اس على الاقل تكون خدام في هذيك الشركه لمده عام. دونك صيفط لهم، سكانيت هاد الوثائق كاملين من بعد ما وجدتهم، سكانيتهم وصيفطتهم لهم عبر واتساب. صافي قالت لي سي بون راه الامور ديالك كاملين. من بعد صيفطوا لي واحد الورقه فيها المعلومات على الكريدي اللي عطاوني، اللي انا عندي فيه الحق انني ناخذ. بالنسبه لي انا عطاوني كريدي سميتو فوغالوج. هاد فوغالوج بحال الا قلتو بحال الشكل ديال فوغارين، غير هو كيكون ديال لي سالاريي اللي السالير ديالهم يعني قليل. بالنسبه لي انا خدامه بالسميك، دونك هادشي علاش عطاوني فوغالوج. هاد فوغالوج المعلومات اللي عطاوني عليه باللي لي زانتير اولا النسبه ديال الفائده فيه هو 4.5%، والمده ديالو 25 سنه، وما عطاونيش فيه 25 مليون كامل اللي كنت باغا، عطاوني فقط 20 مليون هي اللي عطاوني. ما يقدروش يفوتوها ليا، حيت كيف ما قلت لكم
هما كيحسبوا كيشوفوا الصالير، كيحسبوا هذيك 25 سنه باش يعرفوا شحال تقريبا غادي يقطعوا لك في الشهر. ما يقدروش يقطعوا لك اكثر من اكثر من واحد النسبه. ما يقدروش مثلا، ما يقدروش انت كتاخدي 3000 درهم ويقطعوا لك مثلا 2000 درهم، ما يمكنش، فهمتي؟ فهما كيشوفوا النسبه اللي ممكن انها تقطع ليك، وعلى اساسها كيعطيوك هذاك المبلغ فقط. انا عطاوني 20 مليون. دونك ملي قلت لكم كيصيفطوا لكم هذاك واحد لوفر كيسميوه هما اوفر، فيه المعلومات كامله على الكريدي اللي عندك فيه الحق، كاع المعلومات اللي ممكن تعرفيها عليها، شحال غتخلصوا في لاسورونس. كما كتعرفوا الكريدي كيفرضوا عليكم واحد لاسورونس هي كتخلص مع الكريدي. مهم كيعطيوكم كاع داكشي، يعني المعلومات اللي غتبغيو تعرفوها كتكون كامله بحال واحد الطابلو فيه جميع المعلومات. ها انت غيبدا، انت غيسالي ها شحال غتخلصوا، ها شحال ديال لي زانتيغي، ها شحال غتخلصوا في التوتال. صافي كيقول لك دابا بقى عندك واش توافقوا على العرض ولا ما توافقوش عليه. فاصلا ما كيكونش عندكم اختيار، يعني كيكون هذاك عرض واحد، يسوا تاخدي سوا ما تاخديش. المهم كتاخدوه، كتقول لك سني لي عليه، وعاودي سكانيه وصيفطيه لي بلي راك موافقه عليه. صافي سكانيتو وسينيتو سكانيتو صيفطوا لهم. صافي هنايا راك خديتي القرض. من بعد كيدوزو معاك المرحله ديال جيبي لينا الوراق لاجون. كيصيفطوا لكم معاهم باش تجيبوهم ليهم، كيصيفطوا لكم واحد لونغاجمون، واحد ديكلاراسيون سور لونور، و واحد دوموند دو بري. هاد دوموند دو بري اللي كيكون فيها كاع المعلومات ديالكم وديال الكريدي. وحاجه اخرى كيسولوكم عليها هي واش ديجا فايته خايده كريدي ولا لا. انا في الحاله ديالي ما عندي حتى شي كريدي، ولكن الا كان عندك مثلا كريدي ديال طوموبيل اولا شي حاجه، فيعني داكشي كيتغير. ما يقدروا مثلا ما يعطوكش 20 مليون كامله، يعطوك قل الى. المهم كيديروا هما شي حسابات باش كيشوفوا واش يقدروا يعطوك الكريدي ولا لا. المهم قلت لكم كيعطيكم كيصيفطوا لكم لونغاجمون ديكلاراسيون سور لونور و دوموند دو بري. دوموند دو بري كتسنيوها، و لونغاجمون و ديكلاراسيون سور لونور هادو كتمشيو للمقاطعه كتغاليزيوهم وكتجيبوهم وكتزيدوهم مع الوراق الاخرين وكتديوهم ليهم لاجونس. هنايا صافي كتكون يعني الامور ديالك كامله مضبوطه. كيقولوا لك صافي حنا دابا توصلنا بالوراق ديالك، بالاجونس ديالك كتوصل بالوراق ديالك، كيصيفطوهم للسياج. هنايا كتبقاي تسناي يعيطوا لك على ود واش غتخرج ملي غتخرج لك لاسورونس. ملي كيخرجوا لك الوراق ديالك ديال لاسورونس كيعيطوا لك كيقولوا لك هما الوراق ديالك ديال لاسورونس خارجين، اجي ديهم. كتسني كيعطوك يمكن 4 ديال لي كوبي، كتسني فيهم وكترجعيهم ليهم. صافي كتسني هما دابا لاسورونس ديالك مزيانه. صافي كيقول لك دابا تسناي دابا كتبقى لك غير الكونطرا، كيوجدوا الكونطرا ديال القرض ديالك. و كتجي ملي كتوجد كيعيطوا لك كيقولوا لك جي عندنا لاجونس، راه الكونطرا ديالك خرجات. كتمشي عندهم حتى هما كيكونوا 4 ديال لي كوبي كيعطيوهم لك، كيقولوا لك هادو ديهم المقاطعه غاليزي في البلاصه ديالك وجيبيهم لي. صافي كتغاليزيهم كتديهم ليهم، هما ديك الساعه كيتكلفوا كيغاليزيو لا بارتي ديالهم. وصافي هنايا كيكون يعني صافي هنا صافي ضمنتي الكريدي ديالك، ما عندك حتى شي مشكل. اون فوا صافي كيتوصلوا هما يعني كيشوفوا داكشي كامل مزيان، كيتوصلوا بالكونطرا غاليزي ما فيها حتى شي مشكل. صافي كيطلقوا لك الكريدي ديالك. انا بعدا بالنسبه لي انا صافي قديت معهم الامور كامله، ولكن فهمتي ما عارفاش امتى غادي يصيفطوا لي الكريدي، الفلوس كيفاش، ما عارفاش هادشي، يعني ما عندي حتى شي فكره. حتى كندخل واحد النهار باغازار يعني شي سيمانه تقريبا من مورا ما غاليزيت معاهم ولا داكشي، كندخل لابليكاسيون ديال السياج. كنلقى ناقصه ليا 1100 درهم. ناقصه 1100 درهم. درت هذه زعما كيفاش انا ما خلصت حتى شي حاجه، وانا نقول حيد راه بحال والو تكون ديال الكريدي. حيتاش في الاول قبل ما تبداو تخلصوا لي تخيطه الا كانت شي حاجه اكسسوار زايدينها ليكم بحال في الدوسي ولا هذا كتخلص هي الاولى. انا كانت يعني قبل ما نبدا نخلص في لي تخيطه قطعوا لي 1100 وشي حاجه، 1100 درهم هي الاولى، ومن بعد قطعوا لي ديك 600 وشي حاجه اللي باقا. قلت لكم دخلت كنلقى هذيك من هذا ونقول واقيلا الكريدي.
صافي انا ندخل في لابليكاسيون ديال السياج. انا نخليها لكم هنايا. كاينه واحد لابارتي فيها المعلومات ديال لي بخي. الا كنتي خايده ديك كريدي سوا ديال الدار سوا كريدي كونسومابل، كتلقاو المعلومات ديالهم تما. دخلت كنلقى ديك نورمالمون. انا كانت عندي غير خاويه، دخلت كنلقاها عامره فيها المعلومات ديال الكريدي ديالي. شحال عاطيني اللي هي 20 مليون، وشحال يعني صافي كيبدا العد العكسي ديال لي تخيطه. صافي عرفت راه الكريدي. ومن تما نيت غير من لابليكاسيون كتاخدي كتيليشارجي طابلو دامورتيسمون. حيت ضروري يكون عندك طابلو دامورتيسمون، هو اللي كيكون فيه الشهور كاملين داكشي بالديتاي كل شهر شحال كيقطعوا لك. انا عندي كريدي فيكس، يعني كيقطعوا ليا نفس المونطون كل شهر. ولكن كاين الناس اللي عندهم كريدي فاريابل. من هي صراحه من الاحسن ديروا كريدي فيكس وتبقاو هانين. كاين اللي كريدي فاريابل كيبقى على حسب كل شهر كيعاودوا الحسابات ديالهم، ويقدر يطلع يقدر ينزل، يعني بحال هكا ما كيكونش داكشي فيكس. دوك هما كيكونوا ديك الساعه دابا وكاو الكريدي كيكونوا صيفطوا الفلوس للنوطيره. المهم انا داك النهار ملي لقيت صافي داكشي داز، عيطت النوطيره قلت لها واش توصلتوا بالفلوس ديال البنكه؟ قالت لي صافي راه توصلنا بكلشي صافي. قالت لي صافي دابا غير تسناي غادي نوجدوا لك الوثائق ديالك ونعيطوا لك تجي تاخديهم. وفعلا مشيت عند النوطيره، عطاوني يمكن واحد جوج الورقات. قالوا لي هادو غادي تقاليزيهم يمكن على ود في السكن الاقتصادي كيديروا هاد القضيه ديال كيقولوا لك بحال قلتي واحد العهد باللي مثلا الا مشيتي مثلا انت غيرتي شي حاجه في الدار، صلحتي ولا شي حاجه بدلتي شي حاجه، فهما راه ماشي مسؤولين على اللي غيوقع. فهمتي؟ مثلا صلحتي شي حاجه من بعد وقع مثلا شي مشكل خسرات شي حاجه، راه هما ما كيتحملوش المسؤوليه. ما حد مازال ما غيرتي حتى شي حاجه في الدار، راه هما اللي المسؤوليه عليهم. وطلبت ليا النوطيره واحد الورقه من عند البنكه نيت. مشيت جبتها لهم من البنكه. صافي وقالت لي نتسنى باش ناخذ باش نجي نسني الكونطرا. كيعيطوا لك ملي كتوجد الكونطرا كتمشي كتسنيها معاهم. كيقولوا لك صافي غادي نعيطوا لك من بعد تخرج لهم من بعد الكونطرا فينال. كيعيطوا لك باش كتجي تدي الكونطرا ديالك فينال، وكتدي الكونطرا ديال الشراء، وكتدي معاها شهاده الملكيه اللي خارجه بسميتك. يعني صافي راه الدار راها بسميتك. صافي هنا صافي كتكوني قديتي الامور ديالك كامله. كتبقاي فقط كتسناي. كيقولوا لك دابا راه خاصنا نتسناو التيفيا باش تخرج. كتسناي واحد الفتره. صافي بما خرجت التيفيا صافي كتخرج. هي فاش كيعيطوا لك تجي تاخذ الوراق ديالك، وكيقولوا لك دابا راه بقى لينا غير التسجيل والتحفيظ. صافي هما كيتكلفوا بالتسجيل والتحفيظ. بطبيعه الحال كل مره كتمشي راه كيطلبوا لك واحد المبلغ على حسب هما داكشي كيفاش مقسمينه. ممكن تخلص لهم تقريبا، حيت انا الفلوس ديال النوطير ديتهم ليها راسي. بحال انا عطيت التسبيق، بحال انا قلتو هذيك 4 مليون اللي عطيت في الاول اللي فيها جوج ديال النوطير وجوج ديال التسبيق، حسبوها كامله التسبيق. يعني بحال عطيتهم 4 تسبيق وعطاتهم البنكه 20 مليون اللي هي دابا ولات 24، ومليون اللي بقات ديتها لهم عند النوطير. فيرسيتها الكونط ديال النوطير. يعني هنايا بحال عطيتهم 25 مليون. والفلوس ديال النوطيره يعني انا خلصتها راسي. كتخلصوا ديك الساعه فلوس السانديك وفلوس الملف وفلوس التحفيظ وفلوس التحفيظ. عطيت بحال في الاول خلصت فلوس السانديك والملف بحال 2000 درهم ديال الملف و3600 ديال السانديك كتخلصوا عامين. صافي خلصت هذو المره الاولى. ومن بعد عيطوا ليا قالوا لي باش نخلص التسجيل والتحفيظ. هادو خلصتها على جوج بحال قلتي هو مبلغ واحد وقسموه على جوج. واحد مع 1300 وشي حاجه. كيقول لك هذه حطيها لينا في هذا الكونط التحفيظ. بحال عندهم جوج ديال لي كونط خاص بالتحفيظ والتسجيل، يعني ماشي ديال النوطيره، هو كيكون ديال الدوله. كتحطيه نيشان في هذاك الكونط والمبلغ الاخر حتى هو كتحطيه في كونط اخر. صافي كتجيبوا ليهم نتوما غير الرواسه وكيقادوهما الامور ديالهم. صافي كيقولوا لك صافي راه كلشي مزيان. وهذه هي كانت التجربه ديالي مع الكريدي.
كنتمنى انني ما نكون نسيت حتى شي حاجه وعطيتكم كاع المعلومات اللي عارفه. الا عندكم شي تساؤل وبغيتوا تعرفوا شي حاجه اللي انا ما قلتهاش لكم في الفيديو، خليوها ليا في التعاليق لتحت، وما تنسونيش من لي جيم ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.